بلغني أيها الجمهور السعيد ذو العقل الرشيد أنه في سالف العصر والأوان ما كان للناس تقويم يضبط الأيام ولا ميزان يوحد الأعوام. كانت الدنيا سداح مداح والزمن ماشي بالبركة والارتياح. وكان يا مكان في بلاد الرومان كانت السنة عندهم ناقصة حتة 10 شهور وبس، تبدأ بمارس شهر الحرب وتنتهي بديسمبر، وبعدها فراغ زمني لا هو صيف ولا شتاء. الزرع يطلع في غير ميعاده والبرد يجي والناس لسه فاكرة نفسها قال ايه في الحر، واللخبطة بقيت هي السيد والسائد لحد ما ظهر يوليوس قيصر. ضرب بإيده قال احنا مش ناقصين خناقة مع الزمن. وبذكاء الملوك استعان بعالم فلك من اسكندريتنا المحروسة اسمه سوسوجينيس. العالم المصري ده قال له بالمنطق والفصاحة: أيها القيصر، الحكاية بسيطة، السنة يعني شمس مش مزاج. هي 365 يوم وربع، لا يزيدوا ولا ينقصوا فتفوتة. وهنا اتولد التقويم اليولياني سنة 46 قبل الميلاد، واتضاف يناير وفبراير واتظبطت السكة. بس يا خسارة، الكمال لله وحده. وهنا السؤال: ليه يناير هو البريمو وباب البداية؟ أقولك لأن الرومان ربطوه بالإله جانس صاحب الوشين. وش الخلف بيراجع اللي فات ويحاسب القديم، ووش للأمام يستقبل اللي جاي ويفتح باب الأمل. ومن يومها بقى يناير هو بوابة الزمن اللي بنعدي منها لكل جديد. بس استنى، الغلطة اللي سرحت في السنين: الحسبة اليوليانية حسبت السنة 365 يوم وربع، لكن الحقيقة إن السنة الشمسية أقل ب11 دقيقة بس. تفتكرهم هيعدوا كده؟ لا، بعد 1600 سنة ال11 دقيقة دول بقوا 10 أيام كاملين، والفصول بدأت تشطح من مكانها أو ربنا. فجه القرار الصادم يوم ما العالم صحي لقي زمنه مسروق. في سنة 1582 طلع البابا جريجور الثالث عشر وقال: احنا متأخرين عن الشمس ولازم نلحقها. وأصدر قراره التاريخي اللي يدوخ في يوم 4 أكتوبر اللي بعده مباشرة يبقى 15 أكتوبر. نعم، 10 أيام اتحذفوا من عمر البشرية في غمضة عين. الناس نامت في تاريخ وصحيت لقيت نفسها في تاريخ تاني خالص. ومش كل الناس وافقت بالسهو واللهو. إيطاليا وأسبانيا وافقوا فورا، أما بريطانيا عندتهم لحد 1752، ولما وافقت حصلت مظاهرات وشغب وهتافات: رجعونا أيامنا اللي سرقتوها. أما روسيا ما وافقتش غير بعد الثورة البلشفية سنة 1918. بداية السنة مش مجرد ورقة بنقطعها، دي ملحمة جمعت بين علم مصري وقرار روماني وتعديل كنسي، عشان سيادتك تمسك النتيجة النهاردة وانت عارف راسك من رجليك في حساب الأيام. ودلوقتي لو صحيت الصبح لقيت الحكومة شايلة أسبوع من التقويم عشان تظبط الميزانية، هتعمل إيه؟ وشاركونا في التعليقات وخلينا نشوف مين فيكم كان عارف إن يناير أصله إله بوشين. أنا في انتظاركم والقلب مشتاق لرؤية ردودكم. وفي الختام لكم مني كل التحية والسلام.